عمرك وقفت تفكر ليه ربنا خلق حواء من ضلع آدم مش من راسه ولا من رجله؟ لأن الضلع جنب القلب عشان تبقى مصدر للحب والحنان، وفي نفس الوقت آدم يحطها برعايته وحبه. مش من الراس عشان ما تتكبرش عليه، ولا من الرجل عشان آدم ما يحتقرهاش. حتى طريقة الخلق كان فيها ألم لآدم، بس ربنا عوضه بحاجة أعظم، معين نظير شريك حياة. لكن المصيبة النهاردة كتير من البيوت بتتقلب جحيم، مش بس عشان نقص الحب، لكن بسبب إننا مش فاهمين معنى الترك والإكرام. الابن اللي كل قراراته بإيد أهله، أو البنت اللي متعودة تحكي كل صغيرة وكبيرة لمامتها، دول مش بيبنوا بيت، دول بيهدوا البيت. لو عايز جوازك يعيش بسلام لازم تبني بيت فيه خصوصية، يبقى فيه احنا، مش انا واهلي، او مش اهلي واهلك. الترك مش قسوة على الأهل، دي حماية للأسرة الجديدة. وانت ايه رأيك؟ شايف التدخل من الأهل هو أكبر سبب للمشاكل الزوجية؟ اكتب لي في الكومنت، وما تنساش تعمل لايك وشير عشان الرسالة دي توصل لغيرك.